الفيديو اللي قدامك ده مش تمثيل، دي آخر لحظات إيلي سلام قبل ما تختفي للأبد، وحيرت العالم كله بتصرفاتها. إليسا كانت نازلة في فندق سيسل في أمريكا. الفندق ده معروف إنه ملعون وسكن فيه سفاحين كتير. فجأة إليسا اختفت والشرطة قلبت الدنيا عليها لحد ما حصلت حاجة مقرفة خلت السكان كلهم يشتكوا. النزلاء في الفندق قالوا إن مية الحنفية طعمها كان غريب ولونها اسود، ولما طلعوا يكشفوا على خزانات المية فوق السطح كانت الصدمة. لأنهم لقوا جثة إليسا عايمة جوه الخزان. الطب الشرعي قال مفيش أي مخدرات في جسمها، بس السؤال اللي جنن المحققين وقتها، غطا الخزان ده وزنه تقيل جدا ومقفول من بره. طب ازاي هي دخلت وقفلت الغطا على نفسها؟ تفتكر شافت حاجة مرعبة في الأسانسير ولا دي جريمة قتل كاملة؟ قول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش اشترك في سراديب.